تعالوا اوريكم النهارده عملت صينيه فراخ مشويه في الفرن. طبعا دي لما بكون مستعجله ما عنديش وقت بعملها، ما بتاخدش معاكي وقت نهائيا طالما الفراخ منقوعه ونظيفه. ما بتاخدش معاكي بالظبط عشان تحضريها اقل من ربع ساعه، بتحضريها بسرعه جدا وبتبقى حلوه خالص خالص. الاطفال بيحبوها والكبار وكل الناس. انا ممكن لو انا مش فاضيه ممكن اعملها مره ومرتين في الاسبوع لانها سهله وما بتاخدش وقت معايا خالص، ومستويه وجوسي وطعمها حلو، والصوص كمان بتاعها ده بيخلص قبل ما بتخلص الفراخ، بنحطه على الرز الابيض بيبقى طعمه حلو، بيخلي الاكله طعمها حلو جدا. تعالوا انا اقول لكم التتبيله بتاعتها سهله جدا، ودي التتبيله اللي انا معتمداها من زمان جدا. شايفين شكل الفراخ ومستويه وحلوه. بحط بصله متقطعه في دي الكبه بتاعتنا، بحط بصله متقطعه وحتتين 3 كده فلفل، مش لازم يكون سبايسي، انا ما بحبش السبايسي بحطه عادي. والبهارات بتاعتنا هتبقى عباره عن توم باودر، بصل باودر، كزبرة مطحونة، فلفل اسود، ورقتين لورا، بابريكا، كمان ملح طبعا اساسي، وكركم. وبحط كمان حتة بس حتة صغيرة جدا من الجنزبيل. بنخلط المكونات دي كلها وارجع لكم. شايفين انا فرمتها فرم ناعم في الكبه، وحطيت كمان معاها البهارات اللي انا قلت لكم عليها. لازم كمان تحط معلقتين زيت زيتون او زيت عادي، بس هو الافضل يكون زيت الزيتون بيبقى احسن. وبحط معلقه واحده بس من دبس الرمان. بخلي الليمون لاخر وقت خالص، لما اجي احطها في الفرن بحط الليمون عشان ما تمررش. بس يعني بخلط كل الخلطه دي كويس جدا، وبجيب الفراخ بتاعتي طبعا مغسوله ونظيفه ومتنقعه وكويسه جدا، وببدا احط لها الخلطه ديت عليها واعمل لها زي مساج كويس جدا. وبعدين بجيب الصينيه بتاعتي واقطع فيها بصله جوليان كده شرايح رفيعه، وطماطمايه واحده او طماطميتين صغيرين بحطهم في الصينيه عشان انا عايزه الصوص بتاعي يكون تقيل. كله ده هيستوي وهيدوب مع الفراخ. وبعدين حطيت طبعا الفراخ، انا سبتها في التلاجة حوالي ساعه، وحطيتها في الصينيه ودخلتها في الفرن. حطيت طبعا الفرن متسخن وعلى درجه حراره 350، وسبتها حوالي يعني اقل من نص ساعه، وكنت بقلبها من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان ابقى متاكده ان كله تمام. طبعا انا قلت لكم ان انا هحط الليمون قبل ما هدخلها الفرن على طول. دي عصرت ليمونه على الفراخ قبل ما هدخلها الفرن على طول. بعد كده حطيتها في الفرن لمده نص ساعه، وبعدين شغلت الشوايه وبدات اقلبها من هنا ومن هنا لغايه ما خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه، طريه وجوسي وطعمها حلو جدا. الصوص بتاعها كمان مع الرز الابيض جميله جدا، طعمها حلو، ريحتها كل الناس كانوا شامين الريحه من اخر الشارع. صدقوني اعملوها بالطريقه دي وعلى ضمانتي، وقولوا لي طعمها طلع ايه وشكلها وكل حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير، وبألف هنا وشفا. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني في طريقه فراخ تاني.